السلام عليكم اخواني اخواتي في فيديو جديد في القناة، وهو عن طبعا اليوم موضوعنا مختلف قليلا، وهو ليس عن الألعاب ولكن عن أفضل ثلاث برامج لتصوير الشاشة لأجهزة الأندرويد. طبعا أنا غيرت اسم القناة إلى The Legend The Legend Games. نعم، غيرت اسم القناة. إذا أحببتموها فضعوا زر لايك. والآن نبدأ في البرنامج الأول، وهو موبوزيني. ندخل إليه. ندخل إلى برنامج موبوزيني إلى ذاته. هكذا دخل الإعدادات. هكذا دخلنا إلى الإعدادات. العفو. هنا فيديو كواليتي، دقة جودة خير واحدة 720. طبعا إذا كان هدفك يدعم الدقة، 1800 فسيظهر عندك. هنا معدل الكواليتي، هنا ال FPS، وهنا إذا كنت تريد إظهار الشاشة. هنا الصوت إذا كنت تريد السماعات، إذا كنت تضع السماعات في أذنك وتريد التحدث. هنا شكل الإشعار الذي يظهر في موبوزيني. هنا إذا تريد مثلا، إذا كانت لديك قناة يوتيوب تريد أن تضع شكل قناتك هنا. ثم هنا إذا كنت تريد إظهار الكاميرا الأمامية. هنا أيضا شكل الإشعار مرة أخرى. عفوا إخواني، فهاتفي علق قليلا. هنا الوقت الذي تريده قبل بداية الفيديو، مثلا تضغط على تسجيل دخول أو تسجيل، سيظهر لك 3 2 1 وبعدها يبدأ التسجيل. هنا ريكورد تايم، يعني إذا تريد أن يظهر وقت التسجيل وأنت تسجل. هنا ثم وهذه أيضا هي لانش التطبيق. وانتهينا من التطبيق الأول. طبعا التطبيق جميعها خرافية، هذا هو التطبيق الأول. التطبيق الثاني هو مسجل الشاشة أي زيت. ما أدخل إلى تطبيقات. هذا هو معدل الترميز، يعني إذا كنت تريد توقيف الفيديو وأنت تشغل. أنا فعلت يدعم الإيقاف. ثم خيارات الإشعار، إذا كنت تريد أن يظهر الإشعار هنا أو فوق تسحب هكذا. ثم الدقة يمكنك أن تفعلها 1920 وفي 1080 إذا كان هاتفك يدعمها. ثم معدل الإطار FPS، ثم معدل البث، ثم اتجاه، يعني تلقائي إذا كنت تريد أن تفعله هكذا مثلا. ثم تسريع وتبطيء، إذا كنت تريد تسريع الفيديو أو تبطئه من هنا. هنا مسجل الميكروفون. عرض النقرات، يعني إذا كنت تريد عرض هذه النقرات هذه. هنا عرض الكاميرا الأمامية، إذا كنت تريد تسجيل وعرض نفس الكاميرا الأمامية. هذه إعداد الكاميرا. ثم زمن تسجيل، عرض المدة إذا كنت تريد عرض المدة. ثم التنازل قبل البدء، وهذا وقت العد التنازلي. وهنا نوع التحكم، إذا تريد فقاعة أو شريط إنترنت تسحب من هنا. وانتهى هذا البرنامج. ثم نذهب إلى
البرنامج الذي أنا أصور به الآن وهو ديو ريكوردر. نذهب إلى هذا التطبيق. طبعا آسف إخواني لا يمكن دخولي على التطبيق. أنا الآن سأوقف الفيديو وأعود إليكم بعد أن أصور في برنامج آخر وأريكم. وداعا. ها قد أتيت إليكم إخواني من البرنامج الآخر. برنامج جدا. طبعا التي سترونها التي رأيتموها اليوم ستكون رابطها أسفل الفيديو. هذه الفيديوهات وهذه الصور التي ظهرت بالبرنامج. هنا تعديل على هكذا أشياء. هنا الإعدادات دقة الفيديو يمكنك أن تفعل 1080 بكسل. هنا جودة المقطع. ثم هنا تسجيل ملف صوتي. ثم عكس الألوان إذا كان هاتفك يخرب يظهر اللون الأخضر يمكنك تفعيل هذه مثل هذا. ثم هي إخفاء نافذة التسجيل، يعني إذا كنت لا تريد هذه يمكنك إخفاءه من هنا. ثم هنا تحريك الهاتف لإيقاف التسجيل، يعني مثلا إذا كنت تريد الهاتف فستحركه تفعل هذه وتحركه ثم يوقف التسجيل. ثم هنا العدد التنازلي، وهنا الكاميرا إذا كنت تريد الكاميرا الأمامية، وهنا الفرشاة يعني إذا كنت تريد الرسم وأنت تصور فيديو. مثلا أنا أصور فيديو ثم أرسم هنا هكذا. ثم هذا هو مسجل ملفات GIF. ظهر الميزات اللمس. هنا اللغات، طبعا البرنامج يدعم تقريبا جميع اللغات في اللغة العربية. وهذه التعليقات. هذا كان درسنا لهذا اليوم إخواني. شكرا لكم على المشاهدة، وإذا كان الفيديو قد أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك وسبسكرايب للقناة لدعمي، فحقا قد تعبت لهذا الفيديو وتعب لي فيديوهاتي. شكرا لكم وداعا.